مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. الجرارات الحكومية تقدم خدمات زراعية بأسعار معقولة في مديرية بارود. تقديم خدمات جرارات زراعية. بنيام قرماي يحرز المركز الثالث في طواف إيطاليا. إسرائيل تبدأ ترحيل سكان رفح تمهيدا لعملية عسكرية. بوتين يأمر بمناورات نووية ردا على تهديدات غربية. الرئيس الصيني يستهل جولته الأوروبية في فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. قال السيد يوسف بهلبي مدير المبيعات والتوزيع في مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية الوطنية إن الشركة الإريترية للأدوية والأجهزة الطبية تعمل على تلبية الطلب على الأدوية والأجهزة الطبية الموثوقة عالية الجودة والسلامة في المؤسسات الصحية. وذكر السيد يوسف إن مؤسسة فارميكور تقوم بتوزيعها بأسعار مناسبة على كافة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وكذلك الصيدليات الخاصة وغيرها. وأشار إلى أن معظم الأدوية والمعدات الطبية مستوردة، فيما يتم تصنيع 35 نوعا من الأدوية محليا في شركة أزل للأدوية. وأوضح السيد يوسف أن جميع الأدوية والأجهزة الطبية تخضع لعملية تقييم فني وطبي ومالي قبل عملية الشراء، فيما تخضع أيضا لتقييم تفصيلي بعد دخولها البلاد بالتعاون مع الإدارة الوطنية للغذاء والدواء قبل استخدامها. في عام 2023 تم استيراد أدوية ومعدات طبية بقيمة تزيد عن 32 مليون دولار، وتم إنتاج وشراء ما قيمته أكثر من 141 مليون نقفة في شركة أزل للأدوية ومصنع أوروتا للأكسجين ومصنع فريد هوليوس للبصريات. وأضاف أنه تم خلال العام توزيع ما قيمته 606 ملايين نقفة من الأدوية والمعدات الطبية على المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد. ذهب 79% منها إلى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و21% إلى المؤسسات العامة والخاصة الأخرى. وأشار إلى أنه تم أيضا توزيع أكثر من 77 ألف متر مكعب من الأكسجين على جميع المرافق الصحية. وبناء على ذلك تم شراء أجهزة تجمع أشعة الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب سيتي سكان لصالح مستشفى أوروتا الوطني المرجعي، وأجهزة الأشعة المحمولة والثابتة، وأجهزة التخدير، وأجهزة المختبر الطبي، وأجهزة العلاج الطبيعي، ومعدات العلاج الطبيعي في كافة المناطق. توفر الجرارات المخصصة من قبل مؤسسة الغلال والمواشي خدمات الحراثة والتقليب بأسعار معقولة في مديرية بارنتو. وقال رئيس المؤسسة في المديرية السيد مدهني إياسو إن المهمة تتم تحت إشراف أعضاء وزارة الزراعة والمؤسسة. وأشار إلى أنه مع هذه المبادرة والتجارب السابقة في بعض المديريات تزايد انخفاض الفهم والوعي بأهمية التقليب. وقال إن أعمال الحراثة والتقليب تتم ب 175 نقفة في الساعة. وقال إنه تم جمع القدرة المطلوبة من الجرارات والقوى العاملة وسيتم توفيرها في مديريات أخرى. وقال السيد بنيام خبير الحفاظ على المياه والتربة إن أعمال التقليب لم تكن معروفة في إقليم القاش بركة، ولكن الخبرة المكتسبة والتدريب المقدم للمزارعين ساعد على جعل العمل فعالا وحث المزارعين على القيام بحملات نفير أساسية لتعزيز خصوبة التربة. وأعرب المزارعون عن امتنانهم لخدمات التقليب الجارية على دفعات رمزية. قدم تدريب أكاديمي ل100 معلم ينشطون في الإدارة المالية والممتلكات المدرسية في مديرية صنعافة. وركز التدريب الذي تم تقديمه للمعلمين من مرحلة ما قبل المدارس إلى المدارس الثانوية على الاستخدام الفعال للأموال والممتلكات والتعامل مع الوثائق المالية والإدارة السليمة لممتلكات المدرسة وغيرها من الموضوعات الأساسية الأخرى.
وكان الهدف الرئيسي من التدريب هو تقديم التعامل العادل والفعال وإدارة الأموال والممتلكات في جميع المدارس. وقال رئيس مدارس مديرية صنعاء فيه الأستاذ عمر الدين محمد إن التدريب سيساعد على علاج وتصحيح نقاط الضعف العرضية في الإدارة المالية والممتلكات. وذكر المشاركين بضرورة تطبيق الدروس المستفادة في عملهم. وتوجد 47 مدرسة في المديرية تقدم الخدمات من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المرحلة الثانوية. نظمت في الفترة من الأول وحتى 30 من إبريل المنصرم في مديرية حقات حملات توعية قانونية هدفت إلى الحد من الجرائم والمخالفات من خلال زيادة الوعي العام بالقانون في مختلف الإدارات. وقال قائد مركز شرطة المديرية الرقيب نقاسي تخستي إنه لا توجد جرائم ومخالفات مثيرة للقلق في المديرية، وذكر المواطنين بزيادة تعاونهم لتصحيح السلوك غير الأخلاقي والحد من الممارسات الضارة. وأوضح رئيس المباحث الجنائية في مركز الشرطة بالمديرية إبراهيم عبد الله الجرائم والمخالفات التي تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2024. وحث الشرطة المجتمعية ولجان الصلح في مختلف المناطق لإيجاد طرق يمكن حل القضايا عبرها عن طريق الوساطة والتصالح قبل التوجه إلى مراكز الشرطة. وقال السكان إن المحاضرات كانت موجهة ومرشدة حاثين لاستمراريتها. تم تنفيذ برامج فعالة حول الحفاظ على المياه والتربة ورعاية الأشجار في منطقة ماي حبار بمديرية كندع بإقليم شمال البحر الأحمر بمشاركة أكثر من 400 من القوى العاملة يوميا. وقال مدير الضاحية سيد محرت آباء سفاو إنه أنجز حتى الآن وفي خلال 8 أشهر منذ بدء البرنامج أنجز إنشاء حوالي 25 ألف متر من المدرجات وأكثر من 22 ألف متر مكعب من الحواجز المائية. وأوضح أيضا أنهم قاموا بزراعة أكثر من 5000 شجرة في مناطق عارية عن الأشجار ودور العبادة والمدارس، وكانت النتائج إيجابية. وأشار المشاركون إلى أنهم سيواصلون الحملات الجارية لمكافحة انجراف التربة وتحقيق الاستقرار البيئي. في الوقت نفسه أجرى عمال مصنع سجن للطوب ومؤسسة دونغولا للنجارة والمرمر والرخام حملة واسعة النطاق للحفاظ على الأشجار في مقبرة شهداء جبهة قندع بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي وفقا لوكالة الأنباء الإريترية. في هذه الأثناء قام سكان منطقة تعد بعور في مديرية السجنيتي بتضافر طاقاتهم وأموالهم ببناء طريق ترابي جديد يؤدي من الطريق الرئيسي إلى قريتهم. وقال أعضاء لجنة القرية إن الطريق تم تصميمه من قبل الإدارة الفنية في إدارة المديرية. ووضح السكان بأنهم أخذوا زمام المبادرة لأن الطريق الذي كانوا يستخدمونه في الماضي كان غير ملائم حيث جرفته الفيضانات، داعين لتكرار التفاني الذي أبدوه في العمل في المهام الأخرى. احتل متسابق فريق انترمارشي البلجيكي بنيام قرماي المركز الثالث في المرحلة الثالثة من سباق طواف إيطاليا الذي جرى اليوم 6 من مايو. وانهى بنيام السباق الذي يبلغ طوله 166.3 كيلومتر في 3 ساعات و54 دقيقة و35 ثانية، ولم يخسر الوقت أمام صاحب المركز الأول البلجيكي تيم ميرليه. وكان بنيام أحد أقوى الدراجين المتوقع فوزهم بمرحلة اليوم. ويتنافس 3 دراجين إريتريين وهم بنيام قرماي وهينوك ملو برهان وأمانييل قبرسقابيهير مع أنديتهم في سباق طواف إيطاليا رقم 107 الذي سيغطي 3400.8 كيلومتر في 21 مرحلة في الفترة من 4 إلى 11 من مايو الجاري. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. الجيش الإسرائيلي أنه أمر السكان بإخلاء الأطراف الشرقية لمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة تمهيدا لشن عملية عسكرية فيها. وطلب الجيش الإسرائيلي في بيان له من السكان والنازحين الخروج فورا والتوجه نحو ما سماها المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي، وهي منطقة على الساحل تمتد بين رفح وخان يونس.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ ترحيل السكان من المناطق الشرقية لرفح في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية، مضيفة أن الجيش أسقط منشورات تدعو السكان هناك لمغادرة منازلهم والتوجه إلى المنطقة الإنسانية الموسعة. من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرار البدء بإخلاء رفح اتخذ في جلسة مجلس الوزراء، وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت ينتظر أن تبدأ العملية العسكرية خلال أيام، على أن تكون محدودة بما يسمح لإسرائيل بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء مناورات نووية ردا على ما وصفتها بتهديدات أطلقها مسؤولون غربيون. وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات على استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وقوات البحرية. وأضافت أنه سيتم خلال المناورات زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات تستهدف الحفاظ على سلامة أراضي روسيا وسيادتها والإبقاء على جاهزية الجيش في أعقاب ما سمتها تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى قصر الإليزيه في مطلع زيارة دولة لفرنسا تستمر يومين بمناسبة الذكرى 60 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث كان في استقباله الرئيس إيمانويل ماكرون. وشدد ماكرون خلال اللقاء على أهمية اعتماد قواعد عادلة للجميع في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي. كما أكد الرئيس الفرنسي أن التنسيق مع الصين بشأن الأزمات الكبرى في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر حاسم تماما. من جهته دعا الرئيس الصيني إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلده والاتحاد الأوروبي والحفاظ على شراكاتهما. ويصادف عام 2024 الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين، حيث كانت فرنسا سباقة غربيا في الاعتراف بالصين الشعبية في عام 1978. أطلقت القوات المسلحة الأمريكية والفلبينية والصواريخ والمدفعية لإحباط غزو محاكاة في المياه الشمالية للفلبين في استعراض للقوى العسكرية وتعزيز العلاقات مع تصاعد التوترات الإقليمية. ومن المقرر أن تستمر التدريبات السنوية التي يشارك فيها نحو 16,000 جندي فلبيني وأمريكي، والتي بدأت الشهر الماضي حتى 10 من مايو. تأتي هذه التدريبات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الفلبين والصين في بحر الصين الجنوبي، وأثارت التدريبات غضب الصين التي حذرت من زعزعات الاستقرار عندما تقوم دول خارج المنطقة باستعراض عضلاتها وإسكاء المواجهة. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. الأجهزة التقنية تعمل على أسعار معقولة في مدينة بارندو. بنيان برما يحتل المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف إيطاليا. إسرائيل تبدأ ترحيل سكان رفح تمهيدا لعملية عسكرية. بوتين يأمر بمناورات نووية ردا على تهديدات غربية. والرئيس الصيني يستهل جولته الأوروبية في فرنسا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.